هعمل معاكم النهارده كتف خروف مشوي في الفرن بطريقه سهله وسريعه ومميزه جدا وبتتبيله بسيطه خالص، مفيش ابسط من كده. وبجد اسرع لحمه لانها ما بتاخدش وقت خالص في التحضير، بس بتقعد في الفرن وقت معين على حسب طبعا وزن الكتف او وزن الفخده. معايا بقى كتف ضاني، خليت الجزار يقطع لي يفصل لي الموزه عن الكتف، وطبعا انتوا لو حابينها كامله مفيش اي مشكله، وخليته كمان يفتح لي فتحات من كل اتجاه كده عشان لما ادخل التتبيله تدخل بكل سهوله. اول حاجه طبعا لازم ادلك اللحمه دي كويس من كل اتجاه كده بالملح وفلفل الاسود وشطه، او ممكن نستبدلها ببابريكا، وافضل ادلك فيها كده واعمل لها كده زي مساج كده اهوت لغايه ما اتاكد ان دول بالذات الثلاث توابل دول دخلوا فيها كويس جدا، لانهم طبعا بينقلوا اللحمه لطعم تاني خالص. بعد كده بجيب بقى معايا 4 فصوص من الثوم، هرسهم كويس جدا وعليهم معلقه من المستردة ومعلقه من معجون الصلصه، وهقلبهم كويس كده. وبرده هتبل بقى بيهم بقى، واحاول ان انا ادخل برده في الفتحات دي المعجون ده كويس جدا بالشكل ده كده. وطبعا لازم اعملهم برده بايدي. طبعا وزن الكتف دوت وزنه 2 كيلو، فطبعا هيقعد في الفرن معايا، هيقعد في الفرن ساعتين. لو طبعا كل ما بيكبر حجمه كل ما بنسيبه اطول شويه في الفرن. حلاوه بقى التتبيله ديت ان انا مش بسيبها بقى على الفخده، ولا ان انا بسيبها من قبلها بيوم، ولا الكلام ده خالص. لا، انا بتبلها بالتتبيله دي كده وبحطها على طول في الفرن، يعني ما بتاخدش معانا وقت خالص، وبتنفع جدا في العزومات لانها سريعه وما بتاخدش وقت، وممكن طبعا نعمل اصناف تانية جنبها كتير. هبتدي بقى ان انا ادلك اللحمه بايدي كده عشان اتاكد ان اللحمه اتشربت كل التتبيله من كل اتجاه كده. وطبعا بقى خطوه الملح والفلفل الاسود والشطه او البابريكا دي اساسي مع اي نوع لحمه او مع اي طريقه من اللحوم، لانها بتنقل طعم اللحمه لمكان تاني خالص. وخصوصا اللحمه المسلوقه لما بترش عليها ملح وفلفل اسود قبل ما بتتسلق بيبقى طعمها خطير. اكيد بقى وانا بتبل اللحمه بكون طبعا مولعه الفرن على درجه حراره 200، طبعا درجه عاليه، واكون مظبطه الشبكه في رف اوسط كده، ولازم قبل ما ادخل اللحمه تكون درجه الحراره عاليه. هحضر بقى الفويل. طبعا ما ينفعش ان انا احط اللحمه على الفويل على طول لانه خطر ومضر بالصحه يعني، فهنحط جواها طبعا ورقه زبده. لازم تبقى ورقه كبيره كده بحيث ان انا لما اقفل على اللحمه يعني تبقى متقفله عليها كويس جدا. حطيت بقى فرخ كده من ورق الزبده وهنزل بقى باللحمه. طبعا هتقولي احنا عايزين نحط خضار معاها، الخضار طبعا ما يستحبش في الوصفه ديت لانها طبعا بتاخد وقت زياده، فمش عايزين ان الخضار يتهري معانا. فهحط بقى كده اللحمه بالشكل ده كده، طبعا بقى وهدهنها بقى بقطعه من الزبده. هبتدي بقى ان انا اقفلها كويس جدا كده بورق الزبده، واتاكد ان مفيش بخار يخرج منها تماما. وبعد كده قفلت ورق الفويل كويس جدا، وعشان كمان يبقى فيه زياده تاكيد قفلتها بورقه فويل كمان علشان ما تنزلش كل السوائل اللي جواها بره وتنشف معايا. انا عايزه الورق الزبده يحتفظ بكل السوائل اللي جواها. قفلتها كده وحطيتها بقى في صينيه ودخلتها الفرن. قعدت معايا ساعتين، اول نص ساعه درجه حراره عاليه 200، وبعد كده وطيت عليها الحراره خالص لدرجه 150 وسبتها كمان ساعه ونص. فتحتها بقى بالشكل ده كده من غير بقى شوايه ومن غير اي حاجه، طلعت معايا بالشكل الخطير ده وريحتها تجنن. بجد طريقه سهله وتحضيراتها بسيطه جدا. قدمت جنبها رز بسمتي بالخلطه، وممكن كمان تقدموها مع الفته المصري بتبقى خطيره برضو. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.